لو انت لسه بتكتب اسم موظف وبعد كده بتكتب الرقم بتاعه وبعد كده تكتب اسم موظف تاني وبعد كده ترجع تكتب الرقم بتاعه، فانت كده بتضيع وقت كتير جدا على الاكسل. فتعالى اقول لك طريقه حلوه جدا تسهل معاك كل الكلام دوت. هنيجي عند اول خليه وهنكتب الداله بتاعتنا عشان تسهل علينا الموضوع ده، والداله بتاعتنا هي هتكون دمج ما بين رو والاف الشرطيه. هنقول له اف وبعد كده هنفتح براكت، واللوجيكال تيست بتاعنا هنقول له ان الخليه دي لو هي بتساوي حاجه فاضيه، يعني لو الخليه دي فاضيه، لو الفاليو دي اف ترو فسيب لي الخليه فاضيه زي ما هي. اوكي، اللي هو خليه النمبر سيبها لي فاضيه. طب لو الفاليو اوف فولس، يعني لو الخليه ديت اللي هو البي 2 لو فيها داتا معينه او فيها اسم معين لازم يكتب لي فيها الرقم. طب والرقم ده يكتبها لي ازاي؟ عن طريق ده اللي ترو وبعد كده اقول له ناقص واحد. ناقص واحد ده اللي هو اول رو اللي انا سايبه، وبعد كده هقفل البراكت بتاعي وهقول له انتر، وبعد كده هشد المعادله اللي انا عملتها دي لحد تحت وتعالى هنجرب نشوف هتتعمل ازاي. لو انا مثلا كتبت اي اسم موظف هيروح يكتب لي واحد، لو انا كتبت اسم موظف تاني هيكتب لي اتنين، طب لو انا كتبت اسم موظف ثالث نفس الكلام، وهكذا بقى لحد ما تخلص براحتك.